هنعمل النهاردة أحلى وأطعم طاجن رز معمر ممكن تجربوه في الحياة. كريمي جدا والرز خطير، مش معجن ولا ناشف. في الفيديو ده هقول لكم التركات بتاعته وطريقة التسوية الصح. بولة هنحط فيها 1.5 كوباية من الرز المصري الأبيض. تمام، حطيت 1 كوباية وادي النص. تمام، هناخد الرز ده نغسله كويس جدا 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 وننقعه في ميه تغطيه اقل حاجه 3 ساعات. نغسل بقى الرز كويس قوي وبعد كده هنقعه في ميه زي ما قلت لكم. تمام، الرز بتاعي هسيبه منقوع في ميه كده قلت لكم 2 3 ساعات. اوكي، في الوقت بقى اللي الرز منقوع فيه تعالوا اقول لكم هنعمل بقى الرز المعمر. نعمله بفراخ او من غير فراخ. انا النهارده هحط جواه فراخ، انتوا عايزين تعملوه من غير فراخ هتعملوا نفس الخطوات في كل حاجه بس من غير خطوه الفراخ دي. انا هنا بحبش احط الفراخ نيه جوه الرز المعمر، اسويها جواه، بحس ان هو بيبقى زفر شويه فانا مش بحب الخطوه دي. فانا بسلق الفراخ عادي جدا بطريقه السلق العاديه، بعدين بفصص الفراخ واشيل الجلد منها، وبعد ما افصصها بقى هقول لكم هنعمل ايه. الخطوه بتاعت الفراخ دي ممكن فراخ بايته عندكم، اي حاجه، بس المهم ان تبقى من غير عظم، تبقى متفصصه بقى كويس جدا، ما فيهاش بقى الغضاريف ولا العظم ولا الجلد ولا الحاجات دي. وهنحطها بقى في وسط الرز المعمر. يا ربي على الحلاوه، بتبقى خطيره. هفصص الفراخ اللي عندي دي وهقول لكم هنعمل ايه دلوقتي. بقى هنجيب الطاجن بتاعنا او اي صينيه او اي بايركس، بس انا عن نفسي بحب قوي ان انا استخدم الطاجن الفخار. ماشي، بحط فيه حوالي حبه سمنه بلدي كده. بصوا، هو الرز المعمر ده مش رز معمر دايت، فهو حلاوته في دسمته. ماشي، خلينا متفقين مع بعض الاول عشان محدش يقول لي اصله دسم، اصله في حاجات كتير، اصله ما كالوريز. مفيش كالوريز هنا هنحسبها. ماشي، هدهن الطاجن بتاعي كل الجوانب بتاعته كده بالفرشه. انا حطيت كده شويه هنا وبعدين هدهن كل الجوانب بتاعته. بعد كده هاخد شويه من الرز اللي احنا نقعناه وغسلناه وصفيناه. ماشي، شويه كده هرميهم كده ايه في الارضيه بتاعه الطاجن. ماشي، فردتهم كده في الارضيه كويس. هنكون هنا محضرين زبادي عادي جدا. تمام، وهنا عندنا قشطه وهناخد شويه من القشطه. قشطه بلدي، قشطه اللي هي على وش اللبن الرايب. ماشي، وهنقلب كويس قوي 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 كده لغايه ما نخلي القوام بتاعهم هما الاتنين كريمي. وهنعمل ايه؟ ناخد معلقه كده ونحطها في النص على الرز اللي احنا حطيناه. بعد كده هنجيب الفراخ بتاعتنا بعد ما احنا خلاص خليناها وهنرصها كده. هرص الفراخ كلها وبعدين ايه هوريكم هنعمل ايه. طبعا اللي مش عايز يحط فراخ ما يحطش فراخ في المرحله دي. انا عندي الولاد بيحبوها قوي بفراخ جواها، خصوصا بالطريقه دي بتبقى حلوه قوي وبياكلوها اكتر من الفراخ كمان تبقى جنبه بره. لو مش عايزين تحطوا الفراخ مش لازم خالص، حطوا ايه، ما تحطوش الفراخ، اعملوها كده. استنوا بس كده ايه، اعملوه من غير فراخ، يعني اعملوا سكاب للخطوه بتاعه الفراخ اللي انا عاملاها دي كده. انا مش هحط الفراخ كلها عشان انا عامله خاليه كميه فراخ كبيره. احلى حاجه كمان في الاكله دي ان هي ايه، كلها في حاجه واحده بس وبننجز الوقت. انا كده خلصت. هرجع دلوقتي اجيب باقي الرز بتاعي اهو. هعمل ايه، هنزله على الفراخ بتاعتي كده وهوزعه كويس عشان بس ايه يبقى متوزع في الطاجن كويس.
ما اصفي الميه، مش عايزه ميه خالص اهو. تمام. هنرجع نجيب الباقي بتاع الخليط بتاعنا، هننزله كده على الوش شويه كمان. الخلطه دي بتدي دسامه وطعم غني جدا للمعمر، وطريقه التسويه كمان اللي هقولها لكم دلوقتي بتفرق قوي قوي في طعم المعمر، وفي ازاي يطلع معاكم طري ما يطلعش ناشف، والرز يبقى مستوي كويس قوي. امشوا بس على نفس الخطوات دي وهيطلع معاكم احلى طاجن رز معمر ممكن تجربوه والله. حرفيا مفيش حد جرب المعمر بتاعي ده الا وحلف بيه وبيطلبه دايما. خلاص تمام. الخطوه الجايه بتاعتنا ايه بقى؟ هنجيب اللبن بتاعنا وهنبدا نوزعه كده معانا. الكميه كلها بالمقادير هكتبها لكم تحت الفيديو. وانا مش بحط ميه ولا شوربه ماشي، عشان انا لو عامله الرز المعمر ده من غير فراخ ببقى عادي ان احنا ممكن ناكله مسكر، رز معمر مسكر. عشان كده هتلاقوني ما حطيتش فلفل اسود ومش هحط غير بس رشه ملح، وهحطها لكم دلوقتي اهي، وحاجه بسيطه خالص، رشه ملح صغيره خالص ماشي، عشان لو مش حاطه الفراخ اللي جواه عادي ممكن اكل الرز المعمر ده بسكر. هندخل الفراخ بس نغطسها تاني، انا بس بعمل فتحات كده بسيطه عشان ايه؟ اتاكد ان اللبن وصل لتحت. وننزل الفراخ، انزلي بقى ماشي. خلاص اخر خطوه معانا هي وش هو الطاجن بتاعنا. هحط فيه كده على وشه الباقي بتاع خلطه الزبادي مع القشطه، وهحط هنا طبعا حتت القشطه الفلاحي اللي هي ايه، طازه كده، مش العلب. لا مش قادره اقول لكم خطيره ازاي. بصوا اللي ما عندوش قشطه بلدي ممكن يستخدم كريمه الحلويات او كريمه الطبخ، الاتنين هيبقوا حلوين قوي، بس انا شخصيا بحب استخدم الكريمه بتاعه الحلويات قوي في الطبخ، حتى بتبقى دسمه اكتر وطعمها حلو جدا، بتدي دسامه حلوه جدا للاكل بتاعي. تمام. انا هنزل القشطه كويس قوي كل الكميه يعني اللي عندي، وبعدين هجيب كده انا اكون خلصت. حطيت كل كميه القشطه مع الزبادي اللي احنا عملناها على الوش. طريقه التسويه بقى بتفرق جدا. انا دلوقتي هحط الطاجن بتاعي تحته صينيه تانية، هوريكم اهو حالا. هحط تحته صينيه تانية عشان لو فار لا قدر الله ما يوسخليش البوتاجاز، ودي احتياطات انا بحب اعملها. انتوا مش فارق معاكم عادي، بس انا بقول لكم على الحاجات اللي انا بحب اعملها. بحط تحته صينيه تانية فاضيه، مش بحط فيها ميه ولا اي حاجه، هو حكايه بس عشان لو فار اللبن ينزل في الصينيه دي ما يوسخليش البوتاجاز. تاني حاجه بدخله على الرف الوسطاني تحت الشوايه، بشغل الشوايه على اعلى درجه حراره عشان اقفل المسام واعمل وش واحمر الوش ده لغايه ما ياخد لون كانه خلاص انا حمرته وخلاص كانه استوى. بس الفكره كلها ان انا بعمل تغليفه للوش ده، بخليه ان هو يتقفل فالرز من تحت ما يفضلش اللبن والرز يغلي فايه ينشف وش الطاجن معايا، وش الرز بتاعي ما يبقاش من الوش ناشف ومن تحت طري. فالخطوه دي مهمه جدا ان انا اقفل المسام بتاعه الوش، وبعد كده اقفل الشوايه واشغل من تحت على درجه حراره وسط. بقى هكتب لكم بقى المقادير وهياخد وقت قد ايه وعلى درجه حراره قد ايه. بس المهم الخطوه دي لازم في الاول خالص لازم نديله وش وصدمه ونقفل وش الطاجن ونخليه يحمر، نحمر وش الطاجن تحت الشوايه الاول، بعدين اقفل الشوايه واشغل من تحت. هعمل ايه دلوقتي؟ شايفين هنا انا مشغله الشوايه. هبدا ان انا اخد الطاجن بتاعي واحطه على الرف الوسطاني تحت الشوايه، ياخد بس لون ويتحمر كويس جدا، وبعد كده ابدا ان انا اشغله من تحت. تمام. اوريكم المنظر. شايفين انا قفلت الوش وخلاص عملت طبقه على الوش. بعد كده ان انا هشغل الفرن من تحت، بس قفلت الشوايه خلاص، الشوايه هنا اتقفلت اهي
خلاص انا كده تمام. هرجعه بقى واسيبه يستوي على اقل من مهله. رجعته تاني ورا اهو، وهسيبه بقى يستوي على اقل من مهله. ماشي. عايزه اوريكم الوش وجماله والطعامه بتاعته. بجد بجد وش ما فيهوش غلطه واحده مش موجوده. هنطلع كده مع بعض وهوريكم بقى. بصوا يعني الموضوع كريمي وملزلز وايه، حاجه كده اخر حلاوه. شايفين المنظر؟ بصوا تحفه. الرز كمان طري طراوه مش طبيعيه. شايفين الرز؟ والفراخ موجودة كمان اهي. ده احلى رز معمر ممكن تجربوه. انا عايزة اوريكم كده تغوصوا كده في الحلاوة. جمال. دي احلى قطمة او احلى معلقة ممكن تكونوا هتجربوها في حياتكم. بجد بجد اللي هيجرب الرز المعمر بالطريقة دي هيطلع خطير. الرز مستوي ودايب دايب حرفيا. الفراخ مستوية جدا، طبعا احنا اوريدي حاطينها مستوية. الرز مش معجن. انا هوريكم دلوقتي هو الرز مش معجن عامل ازاي. عايزه اوريكم الرز. شايفين؟ مش مفلفل حتى، يعني هو يعني مش ناشف ومش معجن. الرز دايب. وبصوا حبايه بالحبايه بحبايتها زي ما بيقولوا بالظبط. طري طراوه مش طبيعيه. شايفين؟ فبجد بجد دي احلى طريقه للرز المعمر ممكن تجربوها. تحفه ولا غلطه. كريمي بطريقه رهيبه. كمان الرز الفراخ بقى ممكن تشيلوا الفراخ في المرحله دي لما تكونوا عاملينه ساده مع جنبه بطاطس محمره بس. ساعات كتير بعمله كده، بيبقى جنبه بس بطاطس محمره. او ممكن تاكلوه بقى بسكر، رز معمر بسكر. طبعا احنا مش بنحط لا شوربه ولا فلفل اسود، فعشان كده هو بيبقى خطير. مع اللبن تحطوا عليه شويه لبن وشويه سكر وايه، يبقى رز باللبن بالسكر. رز معمر باللبن والسكر بيبقى حلو قوي. قولوا لي جربتوا الرز بلبن، الرز المعمر باللبن والسكر قبل كده ولا لا؟ جربوا الوصفه دي. مستنيه تبعتولي تقولوا لي ايه رايكم. باي.